ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم الحمام الكذاب اللي هو بالاجنحه. طبعا نحشيه ازاي هوريهولكم انا بيتحشي ازاي وبيتخيل ازاي الاجنحه. يلا بينا نشوف يا بنات. بصوا دي انا جايبه ايه كيلو الاجنحه اهو. بس اهم حاجه ان انت تنقي الجناح الكبير. بصوا مليان لحم وكبير، ما تنقيش الجناح الصغير اهو. هو الكيلو ب60 جنيه، في ناس بتبيعه ب60 وفي ناس بتبيعه ب70. ده ساعة الفراخ كمان ما غليت، كان الأول بيتباع ب50 جنيه. ماشي، أنا هوريكم المخلي وهوريكم ايه يتخلي ازاي. دولت اللي أنا ايه مخليه لكم قدام الكاميرا عشان ايه أخليه قدامكم وأوريكم المخلي ازاي. بصوا يا بنات اهو اللي أنا خلياه، شايفين عامل ازاي اهو. شايفه الجنح كله ده مخلي. بصوا اهو مفهوش، بصوا اهو مفهوش عظم غير الطرطوفه دي. احنا هنقطعها برضو مع بعض، محبتش اقطعها لما اوريها لكم. بصوا ادي الجنح اهو كله انا خليه اهو. عشان ايه؟ بصوا يا حبايبي اهو، عايزه في ناس بتحشيه كده تقلبه زي الممبار، لا انا بحب اخلي اللحم من جوه. بصوا اهو ماشي. يلا بينا نخلي دولت معانا. بس اوعوا ايديكم تتعور يا بنات اهو. بصوا حته العضميه دي هنشيلها كده بكل سهوله بايدينا، بتتشال اهي. ماشي، هنيجي بقى من الطرطوفه دي عشان ما نهدرش اللحمه خساره اللي في ايه اللي في الجناح. واحده واحده. بس بنات اهو انت حين ما ايدك خدت عليها انت اول مره هتحس ان هي صعبه، بس هي صدقيني مش صعبه. بص اهي اول واحده اهي اتخلعت اهي في ايدينا. بصوا اهي اهي، بصوا اهي اول واحده اتخلعت. بصوا بقى دي احنا هنعملها كده، هنفضل ننزل اللحمه بايدينا ونقطع ايه العصب ده. طول ما انت بتقطعي العصب هتلاقي ايه الجناح ينزل معاكي. يعني هو مش صعب ولا اي حاجه يا بنات. سوء عملها لكم خالص عشان ايديكم، مش عشان نعمل اكله نعور بايدينا، لا. بس يا بنات انا عارفاكم انتوا شاطرين. بصوا العصب ده، بصوا اهو، بصوا العضميه بنت ازاي اهي. ونفضل ننزل بالجنح كده واحده واحده اهي اهي. بصوا اهي، بصوا عملت معايا ازاي اهي. شايفينها اهي نزلت اهي. وبرده العصب ده هنقطعه كده. بصوا اهي، شايفين يا بنات اهي. بصوا العضميه التانية اهي. يبقى فاضل الايه العضميه دي احنا برضو ايه هنطلعها. بصوا برضو شوفوا احنا بننزلنا الجنح ازاي مع بعض اهو. شايفين اهو. برضو العصب ده احنا هنقطعه بكل سهولة، يعني مش صعب خالص. وهناكل الحمام برضو. ازاي احنا مش هناكل حمام؟ يا ريت يا بنات ما تنسونيش في اللايك والاشتراك. مع اكلات الست نجوى هتعمل لكم كل الاكلات وكل الحلويات. بصوا يا بنات اهو اهي. بصوا اهي العضمية التانية اللي هي الصغيرة اللي تحت جنب الطرطوفة اهي ظهرت. بصوا خلي حاطين صابع كده بس نبعد ايه السكينة عن ايدينا. دي العضميتين ايه الشوكة اللي هي بتبقى في النص. هنيجي في النص كده ونخلي ايه اللحم ده اهو. خلي بالكم انا بعمل بالراحة معاكم عشان انتوا ايه تشوفوني برضو.
وشايفين العضمية اهي، بصوا بتتشال ازاي اهي. بصوا ادي اول واحدة اهي. بصوا بنات اهي، بصوا اتشالت ازاي اهي. دي العضمية التانية، بصوا اهي كده. احنا صباحنا خلينا الجلد اهو كده على القلبة، احنا هنعمله كده زي المنبار. بصوا اهي، شايفين اهو، شايفين يا بنات اهو كده اتخلى. هنيجي عند دي ونروح قاطعينها اهي. بصوا اهي، شايفين اهو كده ايه اتخلى اهو. بصوا ما تقطعش ولا اي حاجة اهو. هنحطه برضو على اللي اتخلى، وهعمل معاكم واحدة تاني برضو عشان ايه انتوا تشوفوها. يا ريت يا بنات ما تنسونيش في اللايك والاشتراك مع اكلات الست نجوى، هتعمل لكم احسن اكلات واحسن حلويات. اوعوا يا بنات تنسوني في اللايك عشان قناتي تكبر وانا بيكم هكبر يا حبايبي. انا ما ببخلش عليكم باي حاجه، وانا بحب الناس اللي تكتب لي في الكومنتات، وانا بحبكم كلكم، يعني اللي بيكتب لي واللي ما بيكتبليش. بصوا يا بنات اهو، شايفين؟ صدقوني الجنح ده بيبقى مليان لحم، ده هي بتبقى احلى حاجه في الفرخه. يعني حتى احنا لما بنجيب فراخ صحيحه، انا عن نفسي بحب الجنح. عارفه انت لو ما مش عارفه ممكن بتاع الفراخ قولي له معلش ممكن تخلي لي الجناحه، لو هو فاضي هيقول لك ماشي. ممكن وانت قاعده كده قدام التلفزيون ممكن ايه تخليهم. يعني ممكن تجيبي دلوقتي وتخليه عشان لما يجي رمضان كل سنه وانتم طيبين ايه يبقى ايه حاجتنا جاهزه. يعني ممكن نجيبها من دلوقتي ونخليها واحنا قاعدين لو انت حاسه ان هي فيها ايه صعوبه. بصوا اهي العظميه اتخلعت، شايفين؟ هنعملها كده ونقطع برضو الوتر ده اهو. بصوا وهي الجنب ده كله اوتار. بصوا اهي، شايفين؟ اهي هي بتطلع لوحدها اهي. بصوا يا بنات اهي بالسكينه ونعملها كده، نوسع ايه للعظميه ان هي ايه تعمل معانا. اه بصوا العظمه التانيه، بصوا اهي كده. يبقى انا ايه خلصت معاكم اهو. وبرضو احنا هنقطع الطرطوفه دي مش هنخليها اهي. بصوا مفيهاش عظمه اهي، طلعت اهي ما اتقطعتش. ماشي، اروح اخلص الباقي وارجع لكم. بصوا يا بنات انا هفلفل حبه الرز معاكم عشان احنا صراحه ما بنحبوش بفريك. عندي برضه بحب فريك وما بحبش بفريك، بس انا قلت ايه خليه كله ايه نعمل معاه نعمله برز. ماشي، دلوقتي انا معايا حله ومعايا حبه زيت وغسله الرز. هحط حبه، احط قد ايه نص الرز اهو. وده الرز ده احنا هنحمره، كل الناس عارفه يعني ايه الرز المتحمر، بس انا حبيت ان انا اوري البنات اللي هي ايه لسه بتتعلم. اول ما يجي يتحمر هوريهولكم. بصوا يا بنات الرز بصوا بيحمر ازاي، شايفينه؟ كده احنا هنحط معاكم الرز الحبه البيض ونحيقه وخلاص.
نديله تقليبتين ونحط له العقد بتاعنا. بصوا كده بيبقى عامل زي الفريك واطعم من الفريك يا بنات، بس اللي عنده فريك يعمل بالفريك. دلوقتي هجيب حبة المية اهو، وكده هنحيره ونغطي عليه، ولما يستوي اجي اوريهولكم. بصوا يا بنات كده الرز استوى اهو، بصوا عامل ازاي مفلفل بالواحده. بصوا ده اسمه الرز المتحمر. كده بقى نروح مع بعض نحشي الحمام الكداب. انا رجعت لكم بالرز اهو يا بنات اهو. الرز بصوا مفلفل ازاي وجميل ازاي، بصوا بالواحده. بصوا اهو يعني ولا متعجن ولا حاجه. دلوقتي انا هروح اخد معاكم الجنح واحشي. انا غسلاه بميه وملح وعصرت عليه ليمونه وبرده شطفته كده. بصوا انا هو معايا الجنح اهو، اجيب الرز كده اهو. طبعا انتوا مش شايفين احشي ازاي انتوا من ايدي صح؟ لا كده بصوا اهي. زي ما بنحشي ورك الفرخه المخلي احنا ايه هنحشي الجنح. بصوا اهي. هو حشو سهل يا بنات مش صعب. بصوا يا بنات ومعايا عصايه الشيش طاووس اهي. بصوا هنعملها متسرع كده، وهنعملها ايه بدل ما اللي عاوز يخيطها يخيط. بصوا هننكتها دي كده اهو، نحطها هنا ونلفها برضو ونجيبها ايه نرجعها تاني كده اهي. بصوا بنات عامله ازاي، وننفضها من الرز اهي. بصوا ونعمل غيرها برضو، اوريكم غيرها. يا ريت يا بنات ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، عاوزه اللايك لايك لايك. انا بيكم اكبر يا حبايبي. هي قناتي انا عارفاها ان هي يلا على قدها بس ايه. بصوا يا بنات اهي. لو قناتي كبرت بقى كده هنعمل لكم حاجات حلوه بقى كده البنات اللي بتقولوا يع هنحشي الاجنحه دي اليومين دولت يا بنات ما فيهاش يع. ايوه يعني البيوت بتمشي باي حاجه دلوقتي. احنا ايه هناخد معانا كل حاجه اهي سهله وبسيطه خالص واكله وجميله. يعني اكتر في محلات كبيره بتعملها يا بنات دي. بصوا برضه هنكسرها كده اهي، وبرضه هنعملها لكم كده اهي. بصوا الجلده ديت اهي. بصوا هنعملها اهي كده. ما تخافوش اللحم مش هيتقطع ولا اي حاجه. نروح جايبينها بصوا مرجعينها تاني كده اهي، وهي ايه في اللحم. شايفين بصوا اهي، شايفين الجمال والاكلات بتاعت الست نجوى بتعمل لكم ايه اهو يا بنات. يلا بقى نعمل واحد تاني. برضه مش عايزه اقفل معاكم الكاميرا، هو الفيديو هيطول يعني مش مشكله، بس انا ايه انا بحبكم واقعد اتكلم معاكم انتوا بناتي
وانا بحب ايه اتكلم معاكم. بصوا يا حبايبي اهو. يا ريت بس محدش يغلط في القناة، عشان انا ما بحبش حد يغلط في قناتي، عشان انا ما بغلطش في قناة حد. وشكرا للي ردت على اللي كتبت لي على القناة. يا ريت الناس ما تغلطش في القناة، عشان الناس بتتعب في الافلام اللي هي بتعملها. اهي بصوا يا بنات اهي. انتوا واخدين على القناة الكبيرة. اللي عاوز يتفرج على قناتي يتفرج، اللي مش عاوز يتفرج ما يتفرجش يا بنات. بس انا ما بحبش الغلط. بصوا كده احنا برضو اهي. بصوا انا جبتها لكم ازاي اهي. شايفين؟ هنحطها كده. هي اسهل من التخييط يعني، مش واللي عاوز يخيطها يخيط اهي. ونجيب دي الجلدة دي هنعملها كده اهي. بنمشيها تاني كده اهو. شايفين يا بنات اهو. اللي خلي بالكم الجناح كل ما بيكون كبير كل ما بيبقى ايه مليان لحم. بصوا يا بنات اهو. كده انا هروح اخلص بقيه الكميه وارجع لكم عشان ايه الفيديو ما يطولش عليكم. بصوا يا بنات ايه رايكم بقى في الحمام الكداب؟ بصوا عامل ازاي، جميل ازاي. ولسه بقى انا هوريه لكم لما يستوي. دلوقتي احنا هنروح ايه، مش هنسويه في الشوربه، انا هحطه في كيس حراري اهو. شوفوا اللي انا بعمل كده، برص معاكم واحده واحده. لازم تفرديه كده عشان ايه هياخد الوضع بتاعه وهو ايه بيستوي. بصوا يا بنات احنا هنحط واحده يمين وواحده شمال عشان ايه الكياس اللي معانا تكفي، عشان انا عامله كميه مش عامله ايه حاجه قليله. بصوا كده اهو. على حسب ما انت هتحطيه في الكيس، على حسب ما انت ايه هتلاقيه ماشي. الجنح الكبير ممكن نعمله زاويه كده. شايفين الجمال؟ الباقيين هنحطهم في كيس تاني ماشي. بصوا كده انا حطيته في الصينيه، هروح احطه في فرن البوتاجاز، بس هحط له نص كوبايه ميه واحطه في فرن البوتاجاز وارجع لكم. رجعت لكم يا بنات بعد ما طلع وطلعته من فرن البوتاجاز من كيس حراري، بس انا ما رضيتش احمره في الزيت، لا انا حمرته في فرن البوتاجاز. ودلوقتي معاكم انا عملت الحمام الكداب بالاجنحه، يلا نشوفه. بصوا يا بنات عامل ازاي، شايفين حمام ولا مش حمام؟ يلا بقى بنكسره ونشوفه. بصوا شكل الرز جميل ازاي، شايفين يا بنات جميل ازاي اهي. اوعى بنات تنسوني في اللايك والاشتراك مع اكلات الست نجوى، هتعمل لكم احسن اكلات واحسن حلويات. يا ريت ما تنسونيش في اللايك يا بنات عشان قناتي تكبر وانا بيكم هكبر. وشكرا لكم يا حبايبي، شكرا.